آله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظ ويعرف. لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولو الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال عنهم في القرآن وكفى بأنه أورثه من اصطفى. أحييكم أيها الإخوة بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبتم وطاب منشاكم وبوأكم الله عز وجل من الجنة منزلا، وأهنئكم بأن اجتمعنا في شرف المكان وشرف الزمان. شرف المكان في بيت من بيوت الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا من قام على بناء هذا المكان، وأن يجعله في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشرف الزمان في هذه الأيام المباركة، الأيام التي ترفع فيها الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، الأيام التي كان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعد رمضان مباشرة. ونتحدث عن أشرف شيء، لأن أي علم من العلوم يأخذ شرفه مما يتعلق به. فهذا العلم الذي نتحدث عنه، علم التجويد، من أشرف العلوم، لأنه يتعلق بأشرف كتاب الله عز وجل. وهو أمر الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، حينما قال في مطلع سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فترتيل القرآن أمر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. والإمام علي رضي الله عنه لما سئل عن معنى قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال: الترتيل تجويدك الحروف ومعرفة الوقوف. كأنه رضي الله عنه قسم هذا العلم إلى جزئين أساسيين. جزء يغفل عنه كثير من الناس، اللي هو علم الوقف والابتداء، فيجعله الإمام علي نصف هذا العلم. يقول: تجويدك للحروف، أي كيف تقرأ الحروف بغنة ومد وما إلى ذلك وصلة وغيرها وما إلى ذلك، هذا جزء. والجزء الذي لا يقل عنه أهمية معرفة الوقوف، أن يعرف القارئ الذي يقرأ القرآن أين يقف ومن أين يبتدئ. وهذا علم علمه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في بداية نزول القرآن. فصح عنه صلى الله عليه وسلم عن صحابته أنهم قالوا: كانت تنزل السورة فنتعلمها ونتعلم حلالها وحرامها ونتعلم كيف نقف فيها. فالعلم ده ليس سهل، الوقف والابتداء، من أين يقف الإنسان ومن أين يبدأ. التجويد معناه في اللغة التحسين، ومنها هذا إنسان جيد. وأول من أطلق عليه هذا اللفظ الإمام علي رضي الله عنه أيضا. أول من قال: جودوا القرآن، أي حسنوه. فكأني وأنا أتعلم هذا أتعلم كيف أحسن قراءتي لكتاب الله عز وجل. هذا في اللغة. ومعناه في الاصطلاح: إخراج كل حرف من مخرجه، أن أخرج كل حرف من مكانه مع إعطائه حقه ومستحقه.
حكم هذا تعلم هذا العلم فرض كفائي على الأمة، على الأمة كلها أن تنتدب من يتعلم هذا العلم ويعلمه للناس حتى تتحقق الكفاية. طيب من تعلم شيء أصبح ممارسته لهذا الشيء في حقه فرض عين. يعني تعلمت حكم تجويدي مثلا أقرأ به وأجاهد نفسي أن أقرأ به ويكون علي ثقيل وما علي أن يكون علي ثقيل وأتعتع فيه، والله عز وجل لا يمنحني أجرا واحدا ولكن يمنحني أجرين، أجر القراءة وأجر التعتعة. هل علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذا العلم؟ نعم. كيف؟ تعلموه منه صلى الله عليه وسلم بالتلقي. كان عندهم يقولون هذا مد لازم وهذا مد عارض للسكون وهذه غنة إدغام بغنة، لا ما كانوا يقولون هكذا، ولكن كانوا يتلقوا هذا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم ويطبقوه كما تلقوه بالضبط. طب دليلنا هو فعل سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. دليلنا أولا من كتاب الله عز وجل أن التلقي سنة عنه صلى الله عليه وسلم. في مطلع سورة النمل يقول ربنا جل وعلا: وإنك لتلقى القرآن